السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واخوات في الدنيا؟ جايه لكم بفيديو جديد ويوم جديد. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسونوش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. هعمل معاكم النهارده العيش، عيش سهل خالص وسريع. يا رب الفيديو كده يكون خفيف ويعجبكم. يلا بقى، لو ما حطيتش اللايك حط اللايك والاشتراك، وتشرفيني كده وتكتبي لي كومنت حلو زي كده. حابة أشكر الناس الجديدة اللي شرفتني في قناتي، والناس برضو اللي معايا على طول يعني مشرفيني والله، ووجودكم شرف كبير لي. يا رب ما نحرمش منكم أبدا، وتفضلوا دايما معايا وسند لي. شايفين العيش جابب وحلو ازاي؟ هقول لكم كل تفصيلة فيه، وان شاء الله هتعملي برضو لو في الفرن بتاعك اللي هو الفرن التاني العادي ده، او لو عايزة تحطي مثلا صينية وتحطها على البوتاجاز، برضو هيطلع معاكي جابب وحلو. اهم حاجة يا بنات العجين والتخمير. هنا بقى حبيت اعللكم الاضافه. طلعت فوق خالص على السطح، فرشت فرشه كده وخدت حاجتي، والبنات يعني بيخدموا عليا اللي انا بحتاجه بينزلوا يجيبوهولي. هنا بقى الحله دي انا كنت حاطه الخميره، وكنت حاطه فيها سكر والملح والميه كله على بعضه كده. وبرضو بنتي بتزود لي شويه ميه، هنزل بقى بكل الحاجات دي على بعضها وهعجن. وده دقيق طبعا نخلاه، مفهوش اي حاجه يعني تجيله. كل المكونات في بيتنا، طريقته سهله خالص وبسيطه. يلا قومي كده املي بيتك بالخير، يا رب يجعل بيوتنا كلها خير وسعاده يا رب. آه، طبعا مش هتنزلي بالميه كلها مره واحده، لازم بتنزلي بواحده بواحده وبتعجني بايد واحده بس لحد ما العجينه معاكي تتاكدي ان هي خلاص مش محتاجه ميه. بقى تمسكي بقى بايه، بالايدين كده، وتقعدي تلتي في العجينه لحد ما تنعم معاكي خالص، وتبقى العجينه معاكي خدت كفايتها في العجن. هنا برضو معايا ازاز زيت، هحط برضو شوية كده من الزيت في الاخر خالص، اسلك بس بيهم ايدي عشان خاطر ايه، ما يبقاش معاكي بيشد كده وانت بتاكليه بعد ما تخبزيه. هفضل بقى ادوب الدقيق دي كده. طبعا معلش انا اسفه، البنت كانت بتصورني فصورت بالطول، فانا شلت المقطع ده خالص. مسكت بقى لتيته وبعد كده سبته الخمر، لا زي ما انتم شايفين خمر خالص اهو. وبعد كده ايه، خمر خالص اهو. وبعد كده بتجرسيه بقى كور قد الليمونه الكبيره كده، وبتسيبيه برضو يرتاح شويه. انا بعد ما عجنته كده وغطيته حلو، قمت حطاه تحت البطاطين. لان بصراحه الجو سجح تاني بعد ما كانت حررت خالص، والجو احلى ورجع تاني ساقعه وكده، فانا حطيته تحت البطاطين كده عشان خاطر يطلع معايا على طول. لان زي ما قلت لكم انا كنت مستعجله وكنت عايزه الحق الغدا يعني نتغدوا بيه. بصراحة كنت مفكرة ان احنا عندنا عيش، جت اطلع عيش ما لقيتش عيش، فقمت بسرعة عجناهم. وقلت اشارك معاكم الفيديو. هنا زي ما انتم شايفين خلاص قطعتهم اهو، سبتهم ريحوا تقريبا 5 دقايق على ما جبت الطبلية وجهزت الدقيق وجهزت حاجتي. كان ارتاحوا. بتاخدي من الاول التجرسة اللي انت جرستي، اول واحدة انت قطعتيها بتاخدي منها وانت ماشية بقى لحد ما تخلصي اخر واحدة. عودي نفسك على كده. جبت هنا بقى ايه، حاجة يعني تكون نظيفة كده تحط عليها خبزت، عملت قطعته كده زي ما انت شايفة. انا بصراحة كنت عايزاه كده، كنت ممكن اعمله عيش طويل وبالمكنة في ثانية، بس انا ما حبيتش لا اشغل المكنة ولا الحاجات دي كلها. فقلت هعمله بسرعة كده في ريحي، وانزل على طول اخبزهم تحت. كان ممكن برضه اخبزهم في فرن البوتاجاز. بس فرن البوتاجاز يعني ناره هاديه شويه، فكان هياخد منه وقت. لو انت عندك فرن البوتاجاز اعمليه في الفرن البوتاجاز، بس بياخد وقت شويه. انما تحت عند في الفرن اللي هو الفرن ده، في ثواني كده بخلصهم على طول، ما خدوش مني ربع ساعه قدام الفرن. ادام خمرانين وحلوين وجاهزين معاكي، بيطلعوا معاكي جابين زي ما انت شايفه كده، احسن من اللي انت بتشتريه من بره. طبعا بعد ما جرسته سبته كده ريح على ما نضفت المكان ورايا، وخدته كده ونزلت بيه وولعت الفرن سخن شويه. كان هو ارتاح خالص. وبتاخدي بقى برضو اللي انت مقطعاه وتخبزي على طول. رأيكم في الجمال ده؟ يا رب الفيديو كده يكون عجبكم واستفدتوا لو معلومة بسيطة مني. وتكونوا كده بتحبوا الفيديوهات بتاعتي وانتوا بتتفرجوا علي. بيجيب خالص اهو زي ما انتوا شايفين. وكان عندي بقى كيس كفتة كده، طلعته حمرته على طول، وطلعت كده شوية شيبسي. ايه رأيكم في العيش اهو؟
وده كان فيديو النهارده. حمرت شويه كفته كده، وكان عندي برضو شيبسي وقطعت طماطم ولانشون وجبنه وحاجات من دي. بس هنا خلاص خلص فيديو النهارده. يا رب الفيديو كده يكون خفيف ويعجبكم. يلا بقى قومي، مستنيه ايه؟ قومي املي كده بيتك بالخير، مش هياخد منك وقت والله. وطبعا انت ممكن تعملي كميه اقل مني، فما ياخدش معاكي يعني تقريبا ساعه او نص ساعه. ما تاخدش معاكي وقت، طول ما كل ما العجينه بتكون صغيره بتخمر معاكي على طول. بس هنا خلص فيديو النهارده وخلص يومي معاكم. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.